أستاذ فلسفة وعقيدة إسلامية، عندي من رحابة النفس والعقل ما يقبل الاختلاف من أقصاه إلى أدناه. كويس. قضية النقاب قضية، وأنا بقول للمشاهد الكريم يكتب خلفي الأرقام اللي أنا هقولها. ارجعوا لسفر التكوين في العهد القديم أصحاح 38 وأصحاح 24 وما كتب حول النقاب في الشريعة اليهودية في العهد القديم. هذه واحدة. ارجعوا للتلمود وتفاسير المشنة والجمار وتجد العجب العجاب في قضية النقاب. ارجعوا لموسى بن ميمون، هذا الحبر الذي يوازي ابن عباس عندنا في السنة، عندما يقول المرأة التي تخرج إلى ردهة البيت بهذا المنديل المخرم اللي هو الشبيك اللي كانوا يعملوه زمان بالإبر كده، ودون أن تغطي، يعني في منديل وفي عليه الغطاء أو الخمار اللي احنا بنقول عليه الخمار، إن هي تعد تخرج من اليهودية، يعني تخرج من الشريعة اليهودية. وهناك آراء لبعض المتطرفين تعد في حكم الزانية. هذه قضايا علمية أسوقها كأستاذ عقيدة، وأنا أشرت إلى المراد. وبقول للحاجة أمنة، يا حاجة أنت قربتي تموتي بقى، فما فيش داعي للكلام ده. لما بيحجوك لا تنتقب المحرمة، ازاي يقولوا بقى ان النقاب عادة يهودية؟ طب ما هو النبي قال اهو لا تنتقب المحرمة، ده دليلهم. يبقى النبي اقر النقاب اهو، اذا كانت المحرمة لا تنتقب فغيرها تنتقب. المنتقبات ما حدش يقدر يلعب بيها، لكن تضحك. وسبحان الله العظيم، لما عبد الله بن احمد بن حنبل رضي الله عنهما رحمهم الله يقول سألت أبي في مسألة كذا فضحك أو فابتسم والتفت. أحيانا تسمع كلام كده تضحك تبتسم. مفهوم المخالفة اللي هم الأزاهرة، يعني المفروض بيدرسوا المذاهب الأربعة. أنا أرجع للمذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الإمام أحمد قال فرض واجب النقاب، والثلاثة قالوا مستحب. هو مش ده الدين اللي اتعلمتوه وبتعلموه في الازهر؟ يبقى ازاي الكلام يجي كده بقى؟ يجي ازاي ان هو لا عاده ولا عباده ولا في من الاسلام؟ ازاي يجي الكلام كده؟ زي ما اقول لك كده، انا عايز اقول لك يا اختي المنتخبه، لما تسمعيه اضحكي قولي ها 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 كده، ولا الكلام ده له اي وزن. نأتي لقضية الإسلام وسط، ووجد الآتي: وجد النقاب لم يفرضه ولم يرفضه. وأنا أتكلم هنا كأستاذ أحترم العلم، ولكن أوجد إيه؟ الزي الإسلامي المحتشم. وكلمة على فكرة الحجاب كلمة خطأ. الحجاب الغرف والحوائط، الحج. الحج هي أخذت من دلالة المعنى. إنما الإسلام فرض الزي الإسلامي المحتشم. زي الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشم، مش مطلوب الحجاب، الحشمة. الحشمة ده لفظ يعني يسع العالمين. ممكن نختلف في تفسير معنى الحشمة، حتى فيلم يقول حشمة حشمة، ما يقولش الحجاب لأنه لفظ واضح، إنما الحشمة لفظ فضفاض، يبقى ضاع الحجاب. الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، أنا شخصيا بشمئز من النقاب. الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، أنا شخصيا بشمئز من النقاب. الاشمئزاز من النقاب عندنا في مصر، أنا شخصيا بشمئز من النقاب. برضه في القناة الأولى مستضيفين المرأة اللي عملت نفسها مفتي وعملت تقول النقاب وأنا بتقزز واشمئز من المنتقبات. استضافوها في القناة الأولى الرسمية عشان تقول هذا الكلام، عشان تكرر برضه الكلام. أنا بشمئز من النقاب والمنتقبات. نوع من التحول الكامل والتفسخ باسم حرية الرأي. كل واحد يقول له عايزه. فهؤلاء ليس في قلوبهم توقير
لله ورسوله، وأنا لا أفتح بطون الناس ولا أشق قلوبهم، لكن القرائن في الخارج تدل على ذلك. أنا مش محتاج واحد يقول لي إذا كالمرأة التي قالت لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب سأقول له لا يا رسول الله. دي أنا محتاج إن أنا أفتح قلبها عشان أعرف فيه تعظيم ولا لا؟ لا. قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، فنصب لحن القول أمارة على ما في قلوبهم من عدم التوقير لله ورسوله. فأنت في الجنة قد كملت خلائقك وأكمل حسنك كالبدر ليل الست بعد 8، والشمس تجري في محاسن وجهك، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرك فيضيء سقف القصر بالجدران، وتبختري في مشيك ويحق ذاك لمثلك في جنة الحيوان، ووصائف من خلفك وأمامك وعلى شمائلك ومن أيماني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلمي حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان.